فكل حالات الامرأة مكرمة بالإسلام. ردا على النسوية بشكل عام، قررت اني اعمل هذا الفيديو على السريع لحتى يعرفوا حقوق المرأة في الاسلام، ولحتى يشوفوا انه مجتمع الاسلام هو مجتمع يقدس المرأة، ملكة في منزلها وملكة في قراراتها وملكة في كل خطوة تخطوها، ولا احد يسترجي يقرب عليها. كأم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: امك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. كزوجة: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. كأخت: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. صدق رسول الله. كبنت: من كانت له ابنة فأحسن تربيتها كانت له سترا من النار. صدق رسول الله. فكل حالات الامرأة مكرمة بالإسلام، ونحن أمة نعز المرأة في كل حالاتها، كانت أم أو زوجة أو أخت أو بنت، ورفقا بالقوارير. هذه آخر وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، والسلام على من أتى بالإسلام.